ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل أنبوبة وصلت 300 جنيه مع السريحة. أسعار أنبوبة البوتاجاز داخل المستودعات وللمستهلكين. يبحث الكثيرون عن سعر اسطوانة غاز البوتاجاز للمستهلكين بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز التجاري والمنزلي اعتبارا من صباح الجمعة 11 من إبريل 2025. وتأتي هذه الزيادة ضمن آلية مراجعة الأسعار المحلية كل 3 أشهر بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية. وتضمن القرار زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كيلو جرام بقيمة 50 جنيه، ليصل سعرها الرسمي في المخازن إلى 200 جنيه بدلا من 150 جنيه في السابق. وشهد سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري سعة 25 كيلو زيادة أكبر من 300 جنيه إلى 400 جنيه، أي بزيادة قدرها 100 جنيه دفعة واحدة. سعر أنبوبة البوتاجاز النهائي للمستهلك، وتختلف الأسعار النهائية المفروضة على المستهلكين حسب المنطقة الجغرافية وتكاليف النقل. يتراوح سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي عادة بين 220 و 230 جنيه، قد يصل إلى 300 جنيه وفي بعض المناطق. وفي المحافظات اشتكى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع سعر اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، والتي تجاوزت السعر الرسمي لتصل إلى 250 و 300 جنيه بدلا من 200 جنيه للاستخدام المنزلي و450 جنيه بدلا من 400 جنيه للاستخدام التجاري، بسبب استغلال قلة المعروض وغياب الرقابة. أسباب الزيادة: وأوضحت لجنة الأسعار في بيان رسمي أن زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز جاءت بناء على مراجعة أسعار خام برنت عالميا وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الإنتاج المحلية ومتطلبات التشغيل. وأكد البيان أن الحكومة تدفع دعما غير مباشر كبير لتحديد أسعار الأسطوانة، حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج الأسطوانة نحو 340 جنيه. وأشارت اللجنة إلى أن الدولة تواصل أخذ الاعتبارات الاجتماعية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التسعير، ولهذا السبب تم تأجيل تعديل السعر المنزلي عدة مرات قبل أن يتم إقراره نهائيا بشكل لا يشكل عبئا كبيرا على المواطنين. قبل ما ننهي الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.